السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين، كل سنة وانتم معايا، كل سنة واحنا بخير. رمضان كريم، رمضان شهر الخير، شهر التقوى، شهر الإحسان، شهر الكرامات، شهر الروحانيات الجميلة. فرحوا نفسكم لو بفرع زينة واحد، ما تكتروش على نفسكم. الروحانيات بتاعت شهر رمضان بتخلي الواحد طاير من الفرح، داخل علينا كده بحاجات جميلة غير كل الأيام. حتى الصيام في شعبان والصيام في الشهور التانية، كل شهور ربنا جميلة، بس هنا فيه طبعا هنا بقى تفاصيل ملوكة الجميلة اللي جابت الفروع الجميلة دي، دخلت الفرحة في البيت كله. يا رب دايما الفرحة مالية بيتي، مع ولادي دايما متجمعين وفرحانين، ما شاء الله تبارك الرحمن. يا رب دايما، يا رب دايما كل بيت مصري فرحان بالخير والفرح والسعادة والهنا. رمضان كريم بالطقوس الجميلة اللي احنا بنعملها فيه. هنا بقى بنوتي بتتفرج فجابت لكم الفوانيس الجميلة دي. كل سنة وانتم معايا، كل سنة واحنا فرحانين دايما مع بعض. ما شاء الله تبارك الرحمن. رمضان شهر كل حاجة حلوة فيه، كل حاجة حلوة في شهر رمضان. ما شاء الله تبارك الرحمن. هنا بقى الزينة الجميلة بتاعتنا البسيطة الرقيقة اللي فرحت البيت كله. هسيبكم بقى تشوفوا كده الجميل كده، الحاجات الجميلة بتاعتنا كده البسيطة. وعملنا فطار جميل واتجمعنا أنا وولادي حبايبي نور عيني، اتجمعنا كده على الفطار. كان نفسي أسيب لكم الصوت. هنا بقى أول فطار بتاعنا، أنا عملت جزء بسيط جدا جدا عشان ناخد أفكار جميلة من بعض، ونشوف بقى التفاصيل كده الحاجات الجميلة بتاعتنا. فرخة القمر بتاعتنا دي طبعا احنا منضفين الفراخ وحاطينها في قلب التلاجة. ربنا يجعل بيوتنا عمرانة دايما بالخير والفرح والسعادة. والله العظيم لقمة بتكفي، وحاسة ان الاكل شوية بس الاكل فاق كتير جدا جدا. خدت الفرخة دي بقى ساعة ما صحيت من النوم، طبعا عملت الخشاب بتاعنا القمر الجميل، ومسكت بقى الفرخة دي تبلتها، وطبعا احنا مفرزين الحاجات الجميلة. فصحيت من النوم بقى قلت بقى اخرج الفرخه بتاعتي كده واللحمه بتاعتي ونتبلها تتبيله زي القمر كده. ضربت البصل يا دوبك بس في قلب الكبه، ومسكته بالفلفل الاسمر والملح والكمون والبهارات بتاعت الفراخ. قلت ايه، الواحد كان عايز يعمل اكل كتير قوي وحاسس ان الاكل شويه لانه جعان. طبعا التفريزات بتاعتنا نفعتنا بقى دلوقتي. الطماطم بقى القمر بتاعتنا اللي احنا مفرزينها، والكرنب بتاعنا اللي احنا مفرزينه، ما شاء الله، والورق العنب اللهم بارك كان زي السكر. هنا بقى سبت الفرخة بقى تاخد مع نفسها، تاخد وتدي بشكل ودي، وطلعت بقى برضه كيس لحمة. وقلت بقى ايه البصل فاض، وشيلت بقى ايه، امسك بقى الرز بتاعي بتاع المحشي، امسكه بشوية بصل كده ادعكه. وعملت رز بسمتي فعملت كمية البصل كبيرة. قلت الصبح بدري كده، وغسلت الخضرة بتاعتي وقطعتها وسبتها تنشف. جبت البصل بقى وإيه، عشان طبعا الطماطم متفرزة. هنا اللحمة قلت إيه، أما أحط عليها طبعا، أحط تحت الورق العنب بتاعي، فإيه، قلت إيه أتبلها بالمرة. وهنا بقى اللي هيتسلق سلقته، وحطيت جزرة وورق لورا وحبهان ومستكة في قلب البتاع، في قلب الشوربة. صيام بقى وخارجين. هنا الكوسة متقورة زي القمر، قورت الكوسة من بالليل، وخرجت اللحمة من بالليل والفراخ، حطيتهم على الرف، والخضرة مقطعاها بتاعتي، والورق العنب برضو كل حاجة طلعتها من بالليل عشان ايه، تبقى الدنيا رايقة معايا كده. والصبح كان الوقت جميل، عملنا الخشاب بتاعنا، وعملنا بلح باللبن، وجبنة سوبيا وتمر هندي. هنا بقى جبت الرز، ومسكته دعكته بالبصل اللي انا كنت سايباه على جنب، بالفلفل الاسمر والكمون. وعملنا الخلطه بتاعتنا بقى، وقعدنا نحشي. طبعا كلنا بنعرف نحشي، ما شاء الله تبارك الرحمن. شايفين، عملنا بقى حله صغيره ورق عنب، وحلتين اتنين كرنب صغيرين، عشان الحبايب بقى ايه هياخدوا ايه معاهم هم مسافرين. ربنا يحفظ ولادنا من كل شر، عشان ما يشتروش حاجة من بره. ما شاء الله تبارك الرحمن. وبدأنا بقى طبعا تحت الورق العنب هنا عملت شرايح ليمون
وشرايح بصل وطماطم وحطيتهم تحت الورق العنب، بوكيه جرنيه كده. وبعدين إيه، عملنا برضه تحت الكرنب، وهنا الكوسة عملتها بالفويل والفراخ وحطيتها في قلب الفرن. ما شاء الله تبارك الرحمن، الأكل فيه بركة والأكل فيه خير. هنا كان نفسي أسمّعكم الصوت، كان نفسي أجيب لكم السلطات بقى والحاجات اللي إحنا عاملينها، بس يوم تاني إن شاء الله أجيب لكم السلطات والحاجات الجميلة بتاعتنا دي اللي إحنا عملناها. هنا السمبوسة ملك عملتها بالجبن وحطِّت في الفرن ليها طبعًا، هنا مقلية وهنا إيه في الفرن، بس اللي في الفرن جميلة، جميلة، جميلة. أنصحِك ما تقليش بالزيت وخلّي كده رمضان إيه، والله الأكل فاض كتير جدًا. هنا البلح باللبن أهوًا، كنت عايزة أورّيكم السلطات بقى اللي أنا عملتها. عملت سلطة حمص كده، وعملنا إيه، وعملنا كمان سلطة خضرا بالبنجر. ما شاء الله تبارك الرحمن. ربنا يحفظ ولادنا ويحفظ بيوتنا ويبارك فيها ويجعل رمضان شهر الخير وشهر الرحمة والمغفرة، ويجعل بيوتنا ملانة بالخير. اقروا قرآن كتير واذكروا الله وافرحهم. رمضان شهر الخير، افرحهم بكل حاجة جميلة في قلب البيت والأكل هيفيض وما تكتريش. خلي اليوم بيومه كده جميل، على قد القد كده الواحد بيبقى حاسس إن هو هيعمل حاجات كتير قوي وإن هي مش هتقضي، بس بجد بجد والله فاض حاجات كتير قوي وفاض أكل كتير قوي. اخرجوا لو طبق كده لله كده اخرجوه كل يوم واعملوها وجبة لله، ربنا هيزيدنا من فضله ومن نعيمه. يا رب يا رب يجعل بيوتنا دايما عمرانة بالخير، دايما ولادنا متجمعين معانا في الفرح والهنا والسعادة. رمضان كريم عليكم يا حبايبي، بحبكم في الله، يا أحلى أخوات في الدنيا كلها.